صافرة وخطأ لمحمد وزير. مدرب فريق السليمانية سوران مصطفى، بالمقابل طبعا نعمان منذر مدربا لفريق الحشد الذي يطمح من خلال هذا الموسم الحصول على اللقب. وبالتالي هنا هدف ثاني، وهنا الارتداد السريع، المحاولة مستمرة، تبقى المحاولة جهة اليسار. علي وسام صافرة وخطأ. أحمد مالك، شاب عبد الله، تحضير هذه المرة من علي وسام، وبعد ذلك شاب تصويب ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى مرتدة الآن. محمد وزير، محمد كمال، سيوان، هجوم لمصلحة السليمانية. تبقى المحاولة، تبادل الكرات، وبالتالي الكرة فيها صافرة وفيها خطأ، فيها صافرة وفيها خطأ. ملعوب بشكل سريع من ألان دالير. تبقى المحاولة. محمد وزير، كرة إلى الخارج، طالت على كرار أسعد حارس مرمى فريق الحشد. كرة لمصلحة السليمانية، المحاولة مستمرة. سيوان، هنا التصويب. الله الله على هذه الكرة القوية، وبالتالي هنا هدف خامس، 5-2. سجل فريق السليمانية هدف ثاني، وسجل فريق الحشد الهدف الخامس من الارتداد السريع. 5-2، فارق 3 أهداف. هناك فوارق على مستوى اللاعبين، وعلى مستوى اللاعبين كذلك حضور للاعبين المحترفين بالنسبة لفريق نادي الحشد. ربما كل هذه الأمور تعطي أفضلية لفريق الحشد من خلال هذه المباراة وباقي المباريات. صافرة ولدينا خطأ. ألان دالير، محمد وزير، خطأ الآن. تنفذ الكرة وتبقى المحاولة والهجوم والصافرة والخطأ لمصلحة نادي الحشد. ارتداد سريع وهدف سادس ممكن، ولكنها ضاعت الكرة في اللقطة الماضية، ضاعت الكرة. مباراة تقام في قاعة نادي الجيش الرياضي. فريق الجيش طبعا من خلال هذا الموسم لغاية الآن هو بالترتيب الخامس ب39 نقطة، متساويا مع فريق الشرطة صاحب المركز الرابع ب39 نقطة. هنا كرة طويلة ولكنها مرت إلى الخارج. مصطفى محمد، محمد كمال لمحمد وزير، سيوان لمصطفى محمد. كما ذكرت اللاعب القادم من فريق الناصرية، الفريق الذي انسحب من خلال هذا الموسم. تصويب وحارس المرمى كرار أسعد يتصدى للكرة. تغيير اتجاه اللعب إلى جهة اليسار، محاولة مستمرة، الكرة اصطدت وتبقى المحاولة. ارتداد سريع الآن، ارتداد سريع للسليمانية، المحاولة مستمرة وجميلة ورائعة.
جميلة ورائعة من قبل محمد وزير، ولكنها اصطدت بالقائم الأيسر لحارس المرمى كرار أسعد. تبقى النتيجة تقدم فريق الحشد ب5 أهداف مقابل هدفين. شاب عبد الله، علي وسام، محاولة مستمرة جهة اليسار والتصويب، وحارس المرمى يتصدى وخطأ. حارس المرمى يتصدى من خلال الكرة الماضية. حارس زباري فتاح، تحضير حسام بن إبراهيم، ارتداد سريع والمحاولة مستمرة وهدف. هدف هذه المرة مسرور لقمان يسجل هدف. 5 مقابل 4. 5 مقابل 4 الآن، فارق الهدف الواحد بدأ يقترب وقلص الفارق من خلال اللقطة الماضية فريق السليمانية. الآن بكل تأكيد سيحاول أن يتعادل، سيحاول أن يعدل الأمور، والكرة فيها صافرة وفيها خطأ. تحضير الآن، تصويب والتسجيل عن طريق علي وسام. 6 مقابل 4. عاد الفارق إلى هدفين، بينما هنا التحضير. هجوم الآن سليمانية، سيوان، تمرير بعد ذلك، محاولة مستمرة، بحث عن ثغرة، مقطوع الكرة، ارتداد سريع ومحاولة للتسجيل، والتسجيل هذه المرة التسجيل عن طريق الأمير علي. هذا الأمير علي يسجل الهدف السابع لمصلحة فريق الحشد. 7 مقابل 4. بالسلامة لسيوان محمد، توجيهات مستمرة من كلا المدربين نعمان منذر، وبالمقابل سوران مصطفى. فارق 3 أهداف. 13 دقيقة مضت، 17 دقيقة الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول. الوقت طبعا الفعلي 17 دقيقة الوقت المتبقي. محمد وزير، تحضير مسرور لوزير، مصطفى محمد يحاول وصافرة، ولدينا خطأ، رمية 7 أمتار. خطأ الآن. 7 مقابل 4. يحاول أن يسجل الخامس الآن فريق السليمانية. تصويب والتسجيل هذه المرة رابر عزيز يسجل الهدف الخامس لمصلحة فريق السليمانية. حسام بن إبراهيم مع الأمير علي لحسام، شهاب عبد الله، تمرير لسجاد طالب، ولدينا صافرة وخطأ لسجاد طالب.
تحضير قوية، ويسجل فريق الحشد الهدف الثامن. الهدف الثامن يسجل الآن. 8-4. محمد وزير تحضير الآن. ارتداد حسام بن إبراهيم يسجل الهدف التاسع. ارتداد سريع كان في اللقطة الماضية، واستطاع اللاعب التونسي حسام بن إبراهيم الواضح في الصورة أن يضيف الهدف التاسع لمصلحة فريق الحشد. 9-4. نتيجة، والفارق أصبح الآن كبير. عندما يصل إلى 4 إلى 5 أهداف يكون الفارق بطبيعة الحال، يعني هي ليست مستحيلة، ممكن أن يعود نادي السليمانية، ولكن الأمور كلما تقدم ووسع الفارق نادي الحشد كلما كانت الأمور أصعب على فريق السليمانية. هنا التحضير والهجوم. شهاب عبد الله لحسام بن إبراهيم، وهنا التصويب، وحارس المرمى يتصدى بالكرة الماضية، بينما هنا الارتداد والتسجيل عن طريق مسرور اللقمان. مسرور لقمان يسجل هدف من الارتداد السريع. برافو للسليمانية بلقطة كانت جميلة وارتداد كان سريع وجميل. 9 الآن مقابل 6. تحضير سجاد طالب. تصويب، وحارس المرمى يتصدى في اللقطة الماضية. حارس المرمى يتصدى بالكرة الماضية. محمد وزير تحضير بعد ذلك. كرة وصلت الآن، شوف النقلات، وهنا التصويب ممتازة كانت عن طريق محمد مصطفى، يسجل من خلال اللقطة الماضية هدف لفريق السليمانية، بينما حسام بن إبراهيم تبقى المحاولة والهجوم الآن. تايم اوت. 9-7 النتيجة الآن. فارق إلى هدفين، وبالتالي مدرب نعمان منذر يحاول فريق السليمانية أن يقلل الفارق ويصل إلى تقليص الفارق، ولكنه لغاية الآن يعني مع الدقائق التي مرت لم نشاهد فريق السليمانية الواضح في الصورة يصل إلى التعادل منذ انطلاقة المباراة وإلى الآن. يعني بمرور 18 دقيقة الفريق لم يصل إلى التعادل. شوط أول أفضلية لفريق الحشد لغاية الآن. كرة لأحمد مالك، بعد ذلك التمرير من قبل محمد عبد المغني، وصلت لعبد المغني، سجل عبد المغني هدف من خلال هذه الكرة الماضية. المحترف المصري. تحضير الآن.
محمد وزير. يحاول ويصوب، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. بينما هنا تحضير مرة أخرى، شاب عبد الله يحاول، وهنا التصويب والتسجيل بذكاء كبير، بذكاء كبير يسجل لاعب الواضح في الصورة محمد عبد المغني، لاعب ممتاز المحترف المصري مع فريق نادي الحجز. مدرب نعمان منذر. هنا التحضير، تصويب وحارس المرمى كرار أسعد يتصدى بشكل ممتاز في اللقطة الماضية. محمد وزير، مسرور لقمان، كرة بجهة اليسار، محاولة مستمرة صافرة وخطأ، هذا مسرور. محمد وزير لمسرور، يحاول فتح زاوية للتصويب ولكن صافرة وخطأ بعد ذلك. خطأ الآن. حكم المباراة حسين علي وأمير غانم. 11 مقابل 7، النتيجة واضحة. 10 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول. تحضير، تصويب وتسجيل بطريقة ممتازة عن طريق الوافد الجديد القادم من فريق الناصرية مصطفى محمد في اللقطة الماضية. محمد وزير، محاولة للتصويب، ارتداد سريع، خطأ. سجاد طالب الرقم 8. سجاد، تمرير بعد ذلك، تبقى المحاولة وهدف جميل عن طريق عبد المغني. محمد عبد المغني لاعب ممتاز يقدم أداء أكثر من رائع من خلال الشوط الأول لغاية الآن مع فريق الحشد. مسرور، مصطفى محمد، محمد وزير لمسرور، تمرير بعد ذلك من محمد كمال، صافرة، ولدينا خطأ الآن. محاولة مستمرة، هدف للسليمانية، هدف يسجل عن طريق لاعب ألاند ديلير. هنا هدف لفريق الحشد، هدف هنا وهدف هناك. 13 مقابل 9 الآن. تايم اوت. 8 دقائق على نهاية الشوط الأول. فارق 4 أهداف ما بين الفريقين لغاية الآن، مع انطلاق الدور الرابع للمرحلة الثانية. طبعا لدينا الحشد
48 نقطة بالترتيب الأول، وكذلك فريق الكرخ ب 48 نقطة بالترتيب الثاني. ديالى بالترتيب الثالث ب40 نقطة. الرابع الشرطة ب39. خامس الجيش ب39، والسادس نفط البصرة ب30 نقطة. السابع فريق كربلاء ب28 نقطة، والثامن الفتوة ب19 نقطة، والتاسع فريق السليمانية ب18 نقطة، والعاشر فريق الكوفة ب15 نقطة، وفريق المسيب بالمركز ال11 ب12 نقطة. الترتيب الثاني عشر بلدية البصرة ب6 نقاط، والترتيب الأخير المركز ال13 لفريق ذيقار وبنقطتين فقط. الفريق الذي لم يحقق الانتصار هذا الموسم لغاية الآن وصولا لهذا الدور. هنا هدف للسليمانية، بينما هنا المحاولة مستمرة، وهدف كذلك لفريق الحشد. 14 مقابل 10 الآن. يبقى فارق الأربعة أهداف. تحضير محمد مصطفى، تصويب وإلى الخارج. هنا التحضير محمد وزير، تصويب وهدف جميل ورائع، هدف جميل ورائع من خلال اللقطة الماضية من مسافة بعيدة، ورمية كانت موفقة من قبل محمد وزير، استطاع أن يسجل من خلالها لفريق السليمانية. 14 مقابل 11 الآن. هنا التحضير سجاد طالب، شاب، حاولة مستمرة وهدف جميل، هدف جميل هذه المرة عن طريق الأمير علي، يسجل الهدف لمصلحة نادي الحشد. شوف الفريق يعني يلعب باطمئنان بكل تأكيد عندما يكون متقدما بهكذا فارق. لا أقول بأنه الفريق يقل الأداء، بينما أقول ربما يلعب بتركيز أكثر، يكون بسيطرة واستحواذ ممتاز، ودائما ما تكون له الغلبة على مستوى الهجوم وأكثر امتلاكا للكرة عندما يكون متفوقا ومتقدما، يكون تركيزه أفضل. 5 دقائق الوقت المتبقي. صافرة وخطأ. لفريق الحشد. محمد عبد المغني، شهاب، سجاد طالب، حاولة مستمرة لفريق الحشد، تبقى المحاولة والتسجيل، التسجيل بإصرار كبير من خلال اللقطة الماضية عن طريق أحمد خالد، يسجل لفريق الحشد. 16 مقابل 11 الآن. مسرور، محمد وزير لمحمد مصطفى،
لمسرور. محمد وزير. محمد مصطفى. صافرة ولدينا خطأ. نعمان منذر. توجيهات مستمرة، فريقه متفوق لغاية الآن في هذا اللقاء، وحتى من خلال هذا الموسم متفوقا ومتصدرا لترتيب دورينه، دور النخبة لكرة اليد العراقي لموسم 2024-2025. خطأ الآن، تصويب، وحارس المرمى يتصدى. سجاد لمحمد عبد المغني، يسجل عبد المغني، يسجل محمد عبد المغني هدف لفريق الحشد، الهدف السابع عشر. هذا محمد عبد المغني لاعب ممتاز، تحضير لفريق السليمانية. محمد وزير، مسرور، رابر عزيز، مسرور، والكرة خاطئة كانت إلى الخارج. هنا التصويب اتجاه المرمى ويسجل، أو إلى الخارج، نعم إلى الخارج. يبقى التقدم ب 17 هدف لفريق الحشد مقابل 11 لفريق السليمانية. رابر عزيز، مسرور لمحمد كمال، رابر، تصويب واصطدت بالعارضة. ارتداد سريع وتسجيل هذه المرة عن طريق الارتداد السريع. الأمير علي يسجل الهدف الثامن عشر لفريق الحشد. شوف الآن الفارق أصبح إلى 7 أهداف، 18 مقابل 11. هذه المرة الأولى يصل فيها فريق نادي الحشد لهذا العدد على مستوى تسجيل الأهداف. كرة ملعوبة الآن، فارق 7 أهداف، 18 مقابل 11. تصويب وهدف جميل عن طريق محمد وزير، هدف الثاني عشر. تحضير وصلت لحارس المرمى. حاولة مستمرة والتصويب، ويسجل نادي الحشد الهدف التاسع عشر. يسجل علي وسام الهدف التاسع عشر، 19. وهنا الهدف رقم 20، الهدف رقم 20. إذن مع هذا الهدف تأتي الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم، تأتي صافرة حكام اللقاء لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق نادي الحشد ب20 هدف مقابل 12 لفريق السليمانية. استراحة قصيرة على أمل العودة مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.
راقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء نادي الحشد والسليمانية، لقاء ضمن لقاءات الدور الرابع من المرحلة الثانية لدور النخبة لكرة اليد العراقي لموسم 2024-2025. الشوط الأول انتهى لمصلحة فريق الحشد ب20 هدف مقابل 12 هدف. كان تفوق واضح لفريق الحشد والفارق إلى 8 أهداف، وهنا يبدأ من خلال الشوط الثاني ويسجل الهدف رقم 21 عن طريق اللاعب بدر الدين حمودي الواضح في الصورة، ويتقدم. والبداية كالمعتاد يبدأ فريق الحشد من خلال الشوط الثاني كذلك. مباراة في الشوط الأول ومباراة في الشوط الثاني. البداية لفريق الحشد، هنا التحضير لفريق السليمانية، محاولة مستمرة، تحضير، تبقى المحاولة صافرة والخطأ. حكام اللقاء حسين علي وأمير غانم من مدينة القاسم، بينما هنا التسجيل للمرة الثانية عن طريق بدر الدين حمودي. بدر الدين يسجل الهدف رقم 22 لمصلحة الحشد مقابل 12 هدف لفريق السليمانية، فارق له 10 أهداف. فريق السليمانية الأهداف التي سجلها كانت في الشوط الأول، بينما هنا يسجل فريق السليمانية، وهنا كذلك يسجل نادي الحشد الهدف رقم 23 مقابل 13. الآن 23 مقابل 13. تحضير سليمانية، محمد وزير يحاول أن يصوب وهناك ضغط، وبالتالي الصافرة والخطأ. صافرة وخطأ. تبقى المحاولة لفريق السليمانية، مصطفى محمد والتصويب، ويسجل مصطفى الهدف الرابع عشر لفريق السليمانية. هذا مصطفى لاعب القادم من نادي الناصرية، وهنا التسجيل هذه المرة أشرف مؤيد يسجل الهدف رقم 24 مقابل 14. يبقى الفارق إلى 10 أهداف، فارق كبير. هل يستطيع العودة فريق السليمانية من خلال الشوط الثاني وما تبقى من عمر المباراة وهذا اللقاء؟ صاحب الترتيب التاسع ب18 نقطة، وصاحب الصدارة ب48 نقطة، بينما هنا أشرف يسجل الهدف رقم 25 مقابل 14. 25 مقابل 14. بدأ يوسع الفارق، بدأ يأخذ المباراة ويقترب من الحسم، إلا إذا ربما تنقلب الأمور وتكون هناك انتفاضة بالنسبة لفريق السليمانية فيما تبقى من وقت. مصطفى صافرة وخطأ، رمية ال9 أمتار. تحضير، وحكم المباراة يشير لوجود خطأ مرة أخرى. مصطفى محمد حاول والتصويب، اصطدت بالعارضة وتبقى الكرة مرة أخرى. حسام بن إبراهيم اللاعب التونسي، بينما هنا التحضير لبدر الدين والكرة مرت إلى خارج الملعب.
هنا رابر عزيز. سليمانية مسرور لقمان لمصطفى. تبقى المحاولة. محمد وزير تصويب والتسجيل. هدف جميل، ارتداد هدف لمصلحة فريق الحشد. ستة وعشرين مقابل 15. فارق 11 هدف. الشوط الثاني يبدأ كذلك بقوة، بينما هنا التحضير والمحاولة مستمرة، وهناك ضغط وخطأ واضح، بينما هنا الارتداد وطالت إلى خارج أرضية الملعب، طالت إلى خارج أرضية الملعب جانبية من الجهة البعيدة لمصلحة فريق السليمانية. تحضير الآن. محمد مصطفى تحضير. تبقى المحاولة جهة اليمين، وهنا حارس المرمى يتصدى للكرة الماضية علي أحمد عبد الستار. حسام بن إبراهيم لبدر الدين. ارتداد سريع. سليمانية زباري فتاح طبعا حارس المرمى. مسرور لقمان. محاولة مستمرة. تبقى المحاولة البحث عن التصويب. تصويب يأتي، ولكن الكرة اصطدت وأصبحت الآن فيها صافرة وخطأ لأشرف مؤيد سجاد. ارتداد سريع وحسام بن إبراهيم، ولدينا صافرة وخطأ، بطاقة صفراء. مدرب فريق السليمانية السوران مصطفى. نتيجة واضحة، 26 مقابل 15، 22 دقيقة الوقت المتبقي، 8 دقائق انقضت من زمن الشوط الثاني. لقاء دور الرابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025. تحضير. تبقى المحاولة. تصويب والتسجيل هذه المرة عن طريق سجاد. مسرور 27 هدف لغاية الآن. هنا التحضير. سليمانية محاولات مستمرة، وحارس المرمى علي أحمد عبد الستار كانت له الكلمة في اللقطة الماضية، والكرة بعد ذلك تعود لسجاد. يسجل سجاد لمصلحة فريق الحشد. هذا سجاد طالب الهدف رقم 28. شوف الفارق أصبح 13 هدف. بدأ يصبح الفارق كبير. تحضير. محمد وزير لمحمد مصطفى. يسجل لفريق نادي السليمانية. هدف للسليمانية. هنا سجاد، بينما هنا طريقة ممتازة وتسجيل بطريقة رائعة
بطريقة رائعة وجميلة بالنسبة لفريق نادي الحشد في اللقطة الماضية. 29 مقابل 16 النتيجة الآن. تحضير جهة اليسار، كرة وصلت لمحمد وزير، محمد مصطفى يسجل، محمد مصطفى سجل محمد مصطفى، بينما هنا الارتداد عن طريق اللاعب أحمد خالد. بعد ذلك التمرير يونس غالب، يونس لبدر الدين، اصطدت وتحولت، ارتداد لفريق السليمانية. تحضير ببطء لهجمات فريق السليمانية، بينما هنا محمد وزير. تبقى المحاولة، هجوم، بحث عن التصويب، يأتي التصويب وحارس المرمى علي أحمد عبد الستار يتصدى، وبدر الدين يخسر الكرة الماضية. يخسر الكرة الماضية، وتصدي ممتاز من قبل الحارس زباري فتاح. محمد سعدون، تبقى المحاولة، وصلت لحارس المرمى، يعود ارتداد لمحمد مصطفى، محمد وزير جهة اليسار، والتسجيل عن طريق مسرور لقمان. هذا مسرور لقمان يسجل، بينما كذلك هنا التسجيل لفريق الحشد. هدف رقم 30 لنادي الحشد. تايم اوت. ثلاثين مقابل 18 الآن. فارق 12 هدف. ديقار طبعا الفريق الوحيد لم يفز في هذا الموسم لغاية الآن، تعادلين و14 خسارة. أكثر انتصارات كانت لفريق الحشد والكرخ ب16 انتصار لكل فريق. أكثر الخسائر كانت لبلدية البصرة ب15 خسارة، وأقل خسائر فريق الحشد والكرخ لكل فريق خسارة واحدة. الأقل تسجيل طبعا ديقار ب336 هدف، وأقل فريق استقبل الأهداف هو الشرطة ب330 هدف عليهم فقط، بينما الأضعف دفاعا فريق المسيب استقبل 568 هدف، والأكثر تسجيل فريق الكرخ ب626 هدف من خلال هذا الموسم لغاية الآن. تحضير صافرة وخطأ الآن. هنا التصويب، حارس المرمى علي أحمد عبد الستار، ارتداد محمد عبد المغني، تحضير
حسام بن إبراهيم عبد المغني يحاول ويصوب ويسجل هدف. هدف لفريق الحشد. 31 مقابل 18، فارق إلى 13 هدف. محمد وزير الآن هنا التحضير والتصويب، وحارس المرمى يتصدى كالمعتاد علي أحمد عبد الستار. حسام بن إبراهيم محاولة مستمرة. الله الله على الكرة الماضية. هدف جميل كان من أحمد مالك في اللقطة الماضية، استطاع أن يسجل من خلاله بكرة كانت جميلة وكانت رائعة وكانت قوية. الهدف رقم 32 لنادي الحشد. هنا التصويب، الهدف التاسع عشر للسليمانية، وحارس المرمى يتصدى في اللقطة الماضية. حارس يتصدى في الكرة الماضية غيث حسن. الحراس لديهم طبعا زباري فتاح وغيث حسن، حراس مرمى نادي السليمانية. بالمقابل كرار أسعد وعلي أحمد عبد الستار. هنا الهدف رقم 33 لمصلحة فريق نادي الحشد. 33 مقابل 19. محمد مصطفى تحضير. دفاعات فريق الحشد محكمة بكل تأكيد. هنا محمد وزير الصافرة والخطأ. محمد مصطفى سليمانية تحضير الآن، تصويب وإلى الخارج. علي أحمد عبد الستار، حسام بن إبراهيم، كرة بجهة اليمين وهدف. هدف يسجل الآن. 34 مقابل 19. 13 دقيقة الوقت المتبقي على نهاية المباراة. هنا التحضير. صافرة ولدينا خطأ. محمد مصطفى خطأ مرة أخرى، هذه المرة على أشرف مؤيد. ولمصلحة أحمد محمد لاعب فريق السليمانية. رمية 7 أمتار. رابر عزيز على التنفيذ من خلال هذه الكرة. رابر والتسجيل بطريقة ممتازة وجميلة عن طريق هذا اللاعب الواضح في الصورة، رابر عزيز. هدف رقم 20 لفريق السليمانية. حسام بن إبراهيم، محمد عبد المغني، صافرة وخطأ رمية 7 أمتار وإقصاء كذلك.
للاعب مسرور لقمان لمدة دقيقتان. حسام بن إبراهيم وغيث حسن. يسجل حسام، يسجل حسام 35 مقابل 20 هدف. أعتقد تصل لأكثر من 45 هدف لفريق الحشد. تصويب مرت في صافرة وخطأ. تحضير فريق السليمانية. حسام بن إبراهيم وصافرة وخطأ. خطأ لمحمد وزير. اعتذار جميل من اللاعب التونسي حسام بن إبراهيم. هنا التحضير لمصلحة فريق السليمانية والصافرة. والخطأ تصويب، وحارس المرمى يتصدى للكرة. حسام بن إبراهيم لمحمد عبد المغني. ارتداد سريع، وهذه المرة يصوب ويسجل بطريقة سريعة وجميلة، بطريقة سريعة وجميلة هذه المرة. حسام بن إبراهيم اللاعب التونسي. يسجل لنادي الحشد. أفضلية واضحة، فارق واضح، 36 مقابل 20، فارق 16 هدف. مباراة شكلها ذاهبة للمتصدر لغاية الآن، هكذا الأمور واضحة. كرة في الوسط، حسام حاولة مستمرة وإلى الخارج. أحمد مالك. سليمانية. تحضير إلى جهة اليسار، حاولة مستمرة، وأحمد محمد وحارس المرمى يتصدى علي أحمد عبد الستار. محمد عبد المغني. حسام بن إبراهيم. خطأ للسليمانية. حكم المباراة يتحدث مع أحمد مالك. ربما إقصاء لأحمد مالك. غيث حسن حارس المرمى. يطرد لدقيقتان ربما.
تحضير الآن، تصويب وإلى الخارج. حسام بن إبراهيم ليونس غالب. بدر الدين، محاولة مستمرة. بدر، حسام ليونس، لحسام، محاولة مستمرة. محمد عبد المغني، الله الله على عبد المغني المصري. سجل بطريقة ممتازة ورائعة في اللقطة الماضية. سبعة 37 مقابل 20. الوقت المتبقي 7 دقائق على نهاية اللقاء. هنا التحضير، يخسر الكرة وأشرف مؤيد باتجاهها للمرمى والتسجيل لهدف. نعم يسجل، نعم يسجل لنادي الحشد. وسع الفارق وأصبح الفارق كبير الآن، والمباراة واضحة جدا على مستوى الفوارق. لاعبين ولدينا الاستحواذ ولدينا الانتشار، امتلاك الكرة والأهداف المسجلة والفارق اللي موجود من خلال هذا اللقاء واضح جدا، والفارق هو ما يعطي الأفضلية بالنسبة لفريق الحشد على حساب فريق السليمانية من خلال هذا اللقاء لغاية الآن. أحمد مالك يسجل أو عبد المغني، محمد عبد المغني. تسعة 39 مقابل 20 الآن. شوف الفارق سيصل إلى عدد أهداف المسجلة، يعني إذا ما وصل للهدف رقم 40 راح يكون فارق أهداف فريق السليمانية ضعفها تكون لفريق نادي الحشد. يعني عندما يصل الهدف رقم 40، 20 لفريق السليمانية و40، هذا إذا ما سجل ال40، واعتقد بأنه قادر على التسجيل للهدف رقم 40. أحمد خالد بكرة ملعوبة الآن ليونس غالب. محمد عبد المغني لأحمد خالد، تحضير والتصويب، وحارس المرمى غيث حسن يتصدى للكرة الماضية. تايم اوت لفريق السليمانية. مباريات الدور الرابع من المرحلة الثانية لدور النخبة لكرة اليد العراقي لموسم 2024-2025. هنا تنطلق طبعا مباريات هذا الدور بلقاء الحشد والسليمانية، ولدينا مباريات ديالى، الفتوة، نادي الشرطة وذي قار، جيش وبلدية البصرة، نفط البصرة وكربلاء، المسيب والكوفة. ولدينا انتظار بالنسبة لصاحب الصدارة كذلك على مستوى النقاط، ولكن فارق الأهداف بكل تأكيد فريق الحشد.
تتحدث عن الفارق وهو في الصدارة، صاحب الترتيب الثاني يكون الوصيف فريق الكرخ في هذا الدور. في هذه الجولة هو في انتظار سليمانية، تحضير، وصلت الكرة والتصويب وهدف بطريقة ممتازة وجميلة عن طريق محمد وزير، بينما بدر الدين حمودي يسجل لفريق نادي الحشد 40 مقابل 21. مع آخر 3 دقائق خلاص الأمور انتهت، الفارق كبير، الفوارق واضحة، التمسك بالصدارة، انتصار جديد لنادي الحشد يصل للانتصار 17 من خلال هذا الموسم. طبعا الفريق لديه خسارة واحدة لفريق الحشد من خلال هذا الموسم، وقبل هذه المباراة لديه 16 انتصار، ولكنه يصل اليوم للانتصار 17. وهنا هدف لفريق السليمانية وهنا هدف لفريق الحشد. هذا محمد وزير، يبقى ب22 هدف فريق السليمانية و41 هدف لفريق نادي الحشد. بالمناسبة السليمانية تحدث عن الانتصارات، 6 انتصارات 11 خسارة، هذا من 17 مباراة. وهنا التسجيل، هدف لفريق الحشد 42 مقابل 22. فارق 20 هدف، ودقيقة ونصف الدقيقة الوقت المتبقي على نهاية المباراة. فريق الحشد قادم من فوز على كربلاء ب36 مقابل 26، بينما فريق السليمانية قادم من خسارة أمام نادي الجيش ب28 مقابل 19. هنا هدف للسليمانية، الهدف رقم 23، ارتداد سريع، يونس غالب. دقيقة الوقت المتبقي 42 مقابل 23. تحضير والتصويب والكرة إلى الخارج. ارتداد سريع، سليمانية، تصويب وتسجيل هذه المرة كذلك، هدف رقم 24. 42 مقابل 24. محمد عبد المغني، أحمد خالد، وحارس المرمى يتصدى للكرة. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، تأتي الصافرة للنهاية الكاملة لهذا اللقاء بفوز نادي الحشد ب42 هدف مقابل 24 هدف لفريق السليمانية. مبروك للحشد، هارد لك لفريق السليمانية. كانت مباراة ضمن الدور الرابع من المرحلة الثانية لدور النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025. حتى التقيكم في مباريات قادمة، كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.